أهلا بيكم. النهاردة أنا جاي أشارك معاكم دروس الحياة اللي اتعلمتها في سنين واللي خلتني أكتشف إني كنت فاهم حاجات كتير غلط، وأنا جاي لك من المستقبل علشان أقول لك على الدروس دي قبل ما تتصدم وتتوجع. فجهز نفسك علشان خلاص جه الوقت اللي لازم تتخلص من وهم البدايات وتكشف الكذب اللي بقى مالي حياتنا. النهاردة أنا مش جاي أقول لك كلام وخلاص، أنا هحكي لك قصص ومواقف حقيقية أنا عشتها وجربتها، هتوفر عليك وجع قلب وصدمات، وهدي لك تجربة سنين في دقايق. المهم تكمل معايا الفيديو ده للآخر. كلنا عندنا ست الحبايب اللي دايما تقول لك يا ابني ما تديش ثقتك لاي حد وخلاص، وحرص من الناس اللي بتتكلم في وشك كلام حلو، وكمان بتقول لك الصاحب الحقيقي بيبان في وقت الزنقه. وانا زي معظمكم كنت بقول في سري يا ماما احنا غير زمان، الدنيا اتغيرت. بس لما الحياه بتدي لك على دماغك بتكتشف ان امك كان عندها حق وان انت اللي كنت بتستكبر. هحكي لك عن حاجات من كلام امي كنت فاكرها مبالغه بس طلع صح مليون في الميه. امي كانت دايما تقول لي ما تفتحش قلبك لاي حد، الناس كلها مش زي بعضها، وانا كنت بضحك على كلامها. بس في مره اتعاملت مع واحد كنت فاكره اخويا اللي ما جابتوش امي، كنا بنحكي لبعض كل حاجه من احلامي الكبيره لحد مشاكلي الصغيره، وكنت فاكره صاحبي حقيقي لانه كنت حقيقي معاه. وفجاه لقيت حياتي كلها بتتعرض للضياع، ولقيت ان مشاكلي بتتعقد وخططي بتتعقد وبتفشل. واكتشفت في الاخر ان هو كان بيستخدم كل المعلومات اللي كنت بقولها له علشان يوقعني وعلشان يطلع نفسه احسن مني قدام صحابنا وقدام اهلي. والصدمه كانت ان اكتشفت انه كان بيحسدني من الاول، بس كان لابس قناع الصداقه، ودي كانت اول صدمه حقيقيه ليا، واللي علمتني ان الثقه دي زي الكنز، ما تديهاش لحد الا لما تتاكد انه يستاهلها. وده هتعرفه من المواقف مش من الكلام، لان الكلام مفيش اسهل منه. كانت دايما بتقول لي يا ابني اعتمد على نفسك، الناس مش هتبقى موجوده على طول. وانا كنت بقول لها انا اصحابي جنبي. لحد ما في مره وقعت في ازمه كبيره، كانت ازمه ماليه ونفسيه، وكنت محتاج مساعده سواء فلوس او حتى كلمه تشجيع. لحد ما فجاه لقيت الكل اختفى وكاني مش موجود. الموبايل كان بيرن، بس لما افتح بلاقي الاعذار والمواعيد اللي مش بيتوفي بيها، ومفيش غير واحد بس هو اللي وقف جنبي، صديق كنت فاكره عادي، لكن هو اثبت لي ان فعلا الصديق بيبان وقت الضيق. ومن ساعتها اتعلمت اني لازم ابقى مع الناس الجدعان وبس، لان الناس بتيجي وتروح، بس الجدع هو اللي هيفضل جنبك ويسندك. امي كانت بتقول لي يا ابني كل ما بتكبر كل ما هتكتشف انك كنت غلطان في حاجات كتير، وانا كنت بقول انا عارف كل حاجه. بس الحياه علمتني ان كل يوم بيجيب درس جديد، زي ما في مره خسرت فرصه شغل كبيره علشان اتسرعت واتعاملت مع ناس من غير ما اعرفهم كويس، مع اني لو كنت سمعت كلامهم واخدت وقت كنت هتجنب الخساره دي. الحياه مش بس دروس، الحياه فرص، بس الفرص دي محتاجه وعي، والوعي ده بيجي من الخبره او من نصيحه حد بيحبك. كلام امك مش مجرد كلام، ده خريطه الدنيا اللي هتعيشها. وانت كمان ما تعملش زيه، وافتكر كل نصيحه امك او ابوك يقولوها ليك، لانك هتكتشف انهم كانوا صح مليون في الميه. بس للاسف هتكتشف ده بعد فوات الاوان. الناس يا صديقي معظمهم مش زي ما انت متخيل. مش عايز اقول ان الكل وحش، بس الحقيقه ان معظم الناس بيفكروا في مصلحتهم قبل كل حاجه، وده مش عيب، دي طبيعه بشريه. بس المشكله لما تكون انت الوحيد اللي بتدي من قلبك وتتوقع ان الكل هيكون زيك. كان عندي صاحب كنت فاكره اخويا اللي ما جابتوش امي، كل يوم كنا بنهزر ونضحك ونخرج سوا، بس لما جت لحظه زنقه لقيته بيتهرب. وبعدين عرفت انه كان بيحكي عليا من ورا ظهري علشان يبين نفسه احسن مني. الصدمه هنا كانت ان اكتشفت انه كان بيغير مني بس بيبين العكس، واتعلمت من وقتها ان الصداقه الحقيقيه مش في الضحك والهزار، لكن في اللي يقف جنبك لما تكون محتاجه واللي يفرح لنجاحك من قلبه. وطبعا نصايح امك او ابوك ما اقتصرتش على التعامل مع الناس بس، دي اقتصرت على كمان الحب والكذب. في الحب، كنت بصدق كل الكلام اللي بيتقال لي، زي انت كل حاجه في حياتي، او مش هعيش من غيرك ومش عاوز غيرك. بس لما جت اللحظه الحقيقيه لقيت ان الكلام ده كان مجرد كلام واتبخر. وانت كمان ما تصدقش اي كلام يتقال لك، وفكر بعقلك مش بقلبك، لانك لو فكرت بقلبك اوعدك انك هتخسر في النهايه. الشغل بقى انا شفت العجب، لقيت ان الناس بتبين انها بتحبك وهي من جواها بتحسدك، او بتحاول تاخد مكانك ومصلحتها معاك على قد النفع اللي هيجي من وراك. ده حتى في العيله في ناس بتبين انها بتحبك، بس لما يجي وقت المصلحه بتلاقيهم بيفكروا في نفسهم وبس. واتعلمت ان حتى في العيله لازم تكون حذر، وما تتوقعش ان الكل هيحبك زي ما انت بتحبهم. ونصيحتي ليك هنا هي انك تكون زي الميزان، ودي الناس على قد نواياهم، وما تتوقعش ان الكل هيحبك. الناس اللي بتحبك بجد هي اللي هتبقى موجوده جنبك في اوقات الضيق، مش في اوقات الفرح وبس. انا عايز اقول لك اهم درس اتعلمته في حياتي، عاوزك ما تقولش على حد جدع غير لما تتعامل معاه في وقت زنقه او سفر، لان الزنقه والسفر هم اللي بيبينوا معادن الناس بجد. هحكي لكم عن تجربه حصلت معايا هي اللي خلتني اعرف مين الجدع بجد. كنا في سفر، ومره كنت محتاج فلوس ضروري، وكنت محتاج مبلغ كبير شويه. كلمت اصحاب كنت فاكرهم اخواتي، بس كلهم قالوا لي والله الظروف صعبه ومش معانا، وهم كان معاهم فلوس فعلا. واللي ضايق ويخنق في الموضوع ان كنت دايما بسلفهم فلوس ومش بطلبها منهم لحد ما هم يجيبوها. المهم ان ما حدش نفعني في الموضوع ده منهم، واللي نفعني في الموضوع ده كان واحد معانا كنت فاكره عادي علشان ما كانش بينا تعامل زي تعاملهم معايا. والغريب في الموضوع ان هو اللي جه من غير ما اطلب وقال لي خد اللي انت عاوزه وابقى رجعه لما تقدر. فعرفت وقتها ان ده هو الجدع الحقيقي اللي بيبان في اللحظات الصعبه.
وكمان هتعرف اكتر ان السفر ده عامل زي المرايه وبيبين الناس على طبيعتها. مره سافرت مع شويه صحاب وكنت فاكرهم زي اخواتي، بس في السفر لقيت ان في ناس انانيين وبيفكروا في راحتهم هم وبس. يعني كان في واحد بيصحى الصبح بدري يجهز الفطار للكل، بينما واحد تاني كان بيشتكي من كل حاجه علشان يفضل نايم ويتخدم عليه. السفر هنا بيبين مين بيفكر في الكل ومين بيفكر في نفسه بس. انا جاي لك من المستقبل علشان اقول لك شويه نصايح ويا ريت تسمعها وتعمل بيها. اول واهم نصيحه، اسمع كلام امك وابوك، لان كل كلمه هيقولوها لك هتكتشف انها كانت صح 100%، لانهم شافوا الدنيا قبلك وكلامهم زي البوصله اللي هترجعك للطريق الصح لو ضاع. تاني نصيحه، خليك حازم مع الناس، مش كل اللي بيضحك في وشك بيحبك، الناس بتبان على حقيقتها في المواقف الصعبه، فانت خلي عينك مفتوحه وما تديش ثقتك لحد بسهوله. وتالت نصيحه هي انك تعتمد على نفسك، الناس بتيجي وتروح، فخليك قوي لوحدك وابني نفسك بنفسك، ولو عاوز حاجه اتعب علشانها وما تستناش حاجه من حد. رابع نصيحه، ما تستناش التقدير من حد، لو انت نجحت خليك عارف ان في ناس كتير بتحسدك، فركز على هدفك وما تنساش حد يطبطب عليك او يقول لك برافو، لان بكل بساطه نجاحك هو اللي هيحكي عنك. خامس نصيحه، الجدعان نادرين قوي، فلو لقيت حد جدع خليه جنبك لانهم زي الجواهر في الزمن ده، فانت استثمر في العلاقات اللي بتديك طاقه ايجابيه وتسندك. سادس نصيحه، خليك انت الجدع لو عايز الناس يبقوا جدعان معاك، ودي من غير ما تستنى مقابل، بس الاهم من ده كله انك تخلي بالك تدي للشخص اللي يستاهل وبس علشان ما تجيش تندم بعدين. سابع نصيحه معانا، انك تتعلم من اخطائك، كل غلطه اكيد هتتعلم منها، بس حاول انك تتعلم وما تكررش الغلطه تاني. في النهايه الدنيا دي زي المدرسه والامتحانات بتيجي صعبه، فلو ما سمعتش كلام اللي سبقوك فانا جاي من المستقبل علشان اقول لك ان كلامهم صح مهما الزمن اتغير. فخليك ذكي وبلاش تستنى لحد ما الدنيا تعلمك الدروس دي للأسوأ. في نهايه الفيديو حابب اشكركم انكم سمعتوني، ويا ريت تشاركوا الفيديو ده مع حد ممكن يستفيد منه. هستنى رايك في التعليقات، واكتب لي اي موضوع حابب نتكلم فيه في اي حاجه مهما كانت وفي اي مجال، وهنعمل فيديو بيه قريب. سلام.